فبراير 2014 توقيع اتفاق لشراء غواصتين من طراز تايب 209 من ألمانيا، قيمة الصفقة 920 مليون يورو. مارس 2014 تسلمت مصر من فرنسا 4 طرادات مسلحة بقذائف تقدر قيمة الصفقة مليار دولار أمريكي. نوفمبر 2014 تسلمت مصر منظومة صواريخ S-300 بآمر روسية المضادة للجو والمعروفة أيضا بأنتاي 2500، قيمة الصفقة 3 مليارات دولار. ديسمبر 2014 مصر تتسلم 10 طائرات هليكوبتر أباتشي من الولايات المتحدة الأمريكية، قيمة الصفقة غير معلنة. فبراير 2015 توقيع اتفاقية لشراء 24 طائرة من طراز رافال المقاتلة والمتعددة المهام من فرنسا، قيمة الصفقة 6 مليارات دولار. فبراير 2015 توقيع مذكرة تفاهم مع روسيا لتزويد مصر ب12 مقاتلة من طراز SUKA 30، قيمة الصفقة غير معلنة. يوليو 2015 مصر تتسلم 8 مقاتلات من طراز F-16 بلوك من الولايات المتحدة الأمريكية، قيمة الصفقة غير معلنة. يوليو 2015 مصر تتسلم فرقاطة متعددة المهام من نوع فرام من فرنسا، قيمة الصفقة مليار يورو. أغسطس 2015 مصر تتسلم 5 دبابات من طراز أبرامز A1M1 من الولايات المتحدة الأمريكية، قيمة الصفقة غير معلنة. أغسطس 2015 مصر تتسلم سفينتي كورفيت من فرنسا، قيمة الصفقة 1.4 مليار دولار. سبتمبر 2015 توقيع عقد شراء سفينتي ميسترال حاملة الطائرات مع فرنسا، قيمة الصفقة 950 مليون يورو. أبريل 2016 توقيع اتفاق مع روسيا لشراء 50 طائرة من طراز ميك 29 وميك 35، قيمة الصفقة 5 مليار دولار. مايو 2016 توقيع اتفاق لشراء قمر صناعي معد للاتصالات العسكرية مع فرنسا، قيمة الصفقة 600 مليون يورو. مايو 2016 مصر تتسلم الدفعة الأولى من المدرعات المضادة للألغام من الولايات المتحدة الأمريكية، قيمة الصفقة غير معلنة. تقدر قيمة صفقات التسليح العسكري حوالي 20 مليار دولار، ويبقى السؤال: ماذا سيفعل السيسي بهذه الترسانة الهائلة من السلاح؟